خوات السلام أيوب. عليكم. إذا سمحتوا وعليكم بكلمة السلام ورحمة الله. سريعة. مرحبا أهلا مرحبا مرحبا وليد سي خويا إلهام. العزيز. سي أيوب، بابي. سي عبد الصمد، تحياتي. الله يقدر. الأصل في الهيئات الحقوقية هو الدفاع عن المظلومين. مع كامل الأسف لقينا في هذه القضية ناس، وكلام السي عبد الصمد صحيح، بأن هذه الجمعية غير مؤهلة قانونيا أنها تقوم بالإقامة به ولا تنصب راسها طرف مدني. المهم هذا هيئة الدفاع الحالية ديال مولينكس واخدها بعين الاعتبار. اللي كاين السي عبد الصمد، إلا بغيتو تآزروا مولينكس هذا حقكم، مرحبا، وتواصلوا وإن شاء الله يكون خير. غير اللي ما بغيتش، لأن أنا عارف العداوة ديالك مع تحفة مع هذا وهذا، الله يجازيكم بخير، ورجاء ما باقيش تقحموا يونس في شي حاجة اللي ما عندوش علاقة بها، لأن الأصل الآن هو إظهار الحق. وأيوب، سي أيوب قام بواجب رجولي، هو أنه غادي يمد هيئة الدفاع بما يفيد. تصفية وهذه حسابات. تصفية الحسابات ما بغيناش نسمعوها، ما غاديش ندخلوا فيها، لان اليوم اللي كيكون بيض والغد ليه كيصبح كحال، واليوم مع هذا والغد ليه مع الاخر. هاد التلاعبات هذه ما بغيناهاش نهائيا، وما غاديش نسمحوا بها، وما غنرحموا حتى حد، باش نكونوا صرحاء مع الجميع. القضاء ثم القضاء. احنا الان عندنا ثقه كبيره في القضاء المغربي، وعندنا ثقه في هذه المعلومات ان شاء الله اللي غادي تساعد باش تبين البراءه ديال يونس. وخير الكلام ما قل ودل، لان غادي نبقاو نهضروا بزاف ونخد الماء وجبد الماء، ما كيهمناش النزاعات اللي بين هادو وهادو. ومره اخرى الهيئات الحقوقيه كنشوف. هدفها الأسمى هو الدفاع عن المظلومين وإظهار الحق والدفاع عن القانون. مرحبا بالجميع. سي أيوب أنا تبارك الله عليك. سي عبد الصمد، اختي تبارك الله إلهام، عليك الأستاذ. تحياتي لكم جميعا. الأستاذ نعم، عجبتني الفكرة ديالك والمداخلة ديالك، وفعلا الهيئات مرحبا. الحقوقية ولا المحامي الدفاع كيقلب كيفاش يخرج الناس من السجن، ماشي كيفاش يدخلهم للسجن. هو كيساعد الناس انهم يعني دي زيليمون بو المجتمع، ماشي انه كيقلب كيفاش يقحمهم في ملفات وقضايا كبيره ويزج بهم في السجن. المحامي يترافع لاخراج الناس من الحبس، ماشي باش يدخلهم ويدير لهم الادانه. والهيئات الحقوقيه تترافع من اجل ضمان الحقوق، ولا بان لا شي اعوجاج تتدخل كيف ما كنسميوها حنا شونجمون دو كومبورتمون، تحيين السلوكيات، كنحيدوا السلوكيات. هادشي اللي ما لمسناش. شفنا الناس كيقول لك انا عندي جمعيه وراس المال الجمعيه هي الشكايات. بعباد الله، شنو هي الخطوه اللي درتي باش انك تحين داك السلوك، تغيره، تردو من سلوك سلبي الى سلوك ايجابي؟ ما كاينش. لا غلطتي نكتب شكايه، ماشي دورك تكتب شكايه. راه ماشي اي جمعيه مؤهله لكتابه الشكايات بالناس. ليست اي جمعيه، ماشي اي جمعيه كتنصب راسها كمطالب بحق. خص القانون الاساسي ديالها تقدم بهاد الشكايات، ولكن امتى؟ حسب الفصل 38 من الدستور، هو ملي كتكون الدوله مهدده، مؤسسه الدوله تم مس بها او اهانتها، تما فين عندك الحق انك تدخل ودير شكايه. اما واحد الفرد ملي كيكون فيه حتى انحراف او اعوجاج، دورك شنو هو؟ دورك هو تدخل وتقاد داك العوجاج، وتحين داك السلوك اللي هو سلبي داخل المجتمع، وتردو سلوك ايجابي، وتحاول دمج داك الشخص اللي جانح القانون داخل المجتمع. والدليل على ذلك جلالة الملك اش دار مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بمفهوم أن حتى الإنسان اللي كان جانح القانون وتم الحكم عليه كاع كيشدوه داخل السجن وكيربيوه وكيعلموه حرافي، ولا كان سلوك ديالو جيد داخل السجن كيستافد من خفض العقوبة وكيخرجوه وكيستافد من تمويل باش ندمجوه. ما بالك اليوم حنا جمعيات كنقلبوا كيفاش ندخلوا الناس للحبس؟
مواطنين. مثلا دعيتي شي حد على قبل شي مؤسسه سياديه وحنا شركه فيها على الشياع ماشي مشكل، ولكن كنقلب على واحد الفرد ونمشي ليه لحياته الخاصه. واسيدي بان لك هذاك الانحراف، بان لك انحراف فيه، دير برنامج لمحاربه داك الانحراف وللتوعيه والتحفيز ديالو، ان بروغرام دو غودغيسمون، ان بروغرام دو شونجمون دو كومبورتمون. ما تمشيش دير نرفع دعوه على هذا نصيفطو للحبس، على حنا الجمعيات مديورين باش نصيفطو الناس للحبس؟ لا، حنا جمعيات عندنا نمثل سلطه مضاده اولا للعمل ديال الحكومه، كيف ما سماها جلاله الملك، قال لك المجتمع المدني هو سلطه مضاده للعمل الحكومي. هذه الملك اللي قالها. ثم جلاله الملك اش قال؟ يقول لك بان المجتمع المدني هو شريك في تنفيذ ترجيل الدوله. حنا شركاء مع الحكومه والمؤسسات الرسميه. فكيفاش حنا ولاو الجمعيات تذكره تخصص كتابه الشكايات تحت الطلب، كنا قلنا شكايات معقوله، واحد عير الدرك الملكي، واحد عير القضاء بدون دليل، واحد دار هذا ماشي مشكل، كنقولوا ندافعوا عن استقلاليه المؤسسات ديالنا اللي هما ديالنا، حيت مصدر كل السلطات هما حنا الامه، هو الشعب هو مصدر كل السلطات. فكنولينا كنشوفوا تنتخبطوا شي ناس ما فاهمينش حتى القانون، ما فاهمينش حتى الادوار الدستوريه ديالهم، ما فاهمينش حتى شنو هو الصلاحيات ديالهم، وكيخرجوا ويتبجحون بانهم يحاربون واحد الظاهره ويبتزون باسم القانون. المهم القانون قال الكلمه ديالو. السيد الان في السجن رئيس الجمعيه، ومن بين البنود ديال الحكم انه تحل هذيك الجمعيه. دابا كل شيء واضح، راه كل شيء واضح، ولكن نهار الدفاع ان شاء الله غادي تشوفوا وغتسمعوا وغادي نجيو بما يفيد ان شاء الله. تبارك الله عليكم، تحياتي للجميع. السلام عليكم. أجمل القصور فرنسا. شكرا. دابا ايوب كيقول واحد الهضره، وحسب ان عبد المجيد فايوب كان شريكه في واحد العمليه، عشان عبد المجيد فاش دوا معايا ياك ايوب، ياك ما نقول شي حاجه. لا هي صحيح لا صحيح، لا قول فيا انا اللي قلتي. اسمع، اي حاجه تقولها فيا انا كنسمع، والله العظيم كندير معاك نيشان. اي حاجه اسمع، اي حاجه قولها خويا، قول خذ راحتك كيف كدوي. يعني انا معاك دابا ونجاوبك على اي سؤال طرحوه عليا. وكنتي كتشتغل معاه، كنتي كتنسق معاه؟ كنت كنسق معاه، واه. لان دابا باش كانت في الديبار، يعني باش كانت يلا بدات ديال زيرو تفاهه، يعني كانت تفاهه كثرات يعني في المواقع التواصل الاجتماعي، وارتأينا انا وعبد المجيد يعني باش نوضعوا شكايات بخصوص الناس ديال التفاهه. لان لا جينا للتفاهه، يعني قبل ما تبدا زيرو تفاهه انا كنت كندير التفاهه، انا كنجهد براسي، كنت من القديم يعني كنشر التفاهه على مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن ملي شفنا هذيك التفاهه اللي كنت كنشر انا على مواقع التواصل الاجتماعي، انا ما كنعتبرهاش تفاهه، كنعتبرها يعني كتكون عندي شي انيفرسير، كتكون عندي شي حفله كنت كنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. انا ملي وليت كنشوف بان داكشي اللي كنت كنشر على مواقع التواصل الاجتماعي كيشدوه وكيوظفوه في اغراض يعني ضدي انا، وفي اغراض يعني غير صالح لبلادي، حبس هذيك الامور حبستها. من بعد يعني كان التواصل ديالي مع سميتو مع مولينيكس، وكان دخلت انا وياه في شي مشادات كلاميه، وقلت للسي عبد المجيد اجي نبداو بعدا بهذا هو الاول، بحال هكا بهذه الطريقه هذه، اجي نبداو بهذا اللي كنشر لنا التفاهه على مواقع التواصل الاجتماعي وكيدير عده امور. وانا يعني باش نكونوا واقعيين، ما نبداش نتهرب انا من الامور. انا من كتبت الشكايه، وانا من شديت الفيديوهات توصلوني من عند الناس، وشديت لي فيديو درتهم في هذا البيسي هذا اللي كان اللي معاه دابا، شديتهم ودرتهم في قرص مدمج، ومشيت انا والسي عبد المجيد لرئاسه النيابه العامه، ووضع هو لان عنده جمعيه، ووضع باسم الجمعيه. هذا الشيء كان في شهر 8، يعني شهر 8 اواخر شهر 8 2025، وتوضعت الشكايه. من بعد باش وقع المشكل ديال ادم مع الجيران ديالو، انا نفهمك قضيه بقضيه باش تعرف الامور كيفاش مشات. باش وقع ادم بن شقرون مع الجيران ديالو، وقع بشي مشكل هو والام ديالو، تما فين ناضت ضجه اعلاميه
ملي ناضت الضجه الاعلاميه انا شنو قلت لعبد المجيد؟ قلت ليه اسمع دابا الشكايه اللي تدارت واش ما عيطوا لك ما والو؟ قلت ليه راه بزاف راه طوال، عرفتي اش غدير عبد المجيد؟ وخرج في الاعلام وانا ما اتصلتو يعني بالاعلاميين باش يسجلوا معاه، هي باش خرج قال لهم انا هاد الناس هادو وضعت بهم شكايه، منهم مولينيكس، منهم ادم، منهم الام ديالو ديريكتومون ديريكتومون. لا لانجري هذاك بوحدو، هذيك الشكايه الثانيه ديريكتومون من بعد الخروج الاعلامي واحد لوب كتصل الشرطه، كتصل هذه نقطة خلي ايوب نظر. هيكمل ايوب هيكمل. خصك تسمع بالصمت، خصك تسمع ايوب بليز. الا كانت عنده واحد الوكاله اسمعني، بلاتي ما كاين لا خلي وكاله لا والو، بلاتي خلي نفهم. ايوب مولاي الشريف يكمل لك بليز. نفهمك يلا. وتكلم الساعه الصامت. فهمت. من بعد ديريكتومون من بعد هذاك الخروج الاعلامي كتصل الشرطه القضائيه بعبد المجيد وكتقول ليه بان راه عندنا واحد الشكايه بغيناك تجي تصنت لها لان تم التفعيل ديالها، وكانت على ما اظن بيوم الثلاثاء. صوني عليا عبد المجيد قال لي راه صونوا عليا البوليس دابا، قلت ليه صافي سير ابغوا يسمعوا ليك. ديريكتومون من بعد ملي سمعوا ليه تم اعتقال الغد ليه، لان كانوا تصنتوا غير الادم والام ديالو مشاو بحالهم. من بعد ملي تصنتوا لعبد المجيد وسامعوا ليه بخصوص يعني مولينيكس والام ديال ادم وادم، تم الاعتقال ديال ادم والام ديالو. ملي تم اعتقالهم ابخي واقيلا ما عقلتش انا بالضبط شحال ديال الوقت هي باش مولينيكس واش داخل ولا خارج الارض الوطن يعني تعتقل في المطار ما عرفتش، لان بخصوص الشكايه اللي وضع ديال هيئه الضمير عبد المجيد كان في داخل في مراكش مني باي يخرج من فرنسا تفعلت الشكايه. فانا عارفه التاريخ ولكن ما بغيتش المهم تما باش بدات البدايه ديال القصه. في البدايه ديال القصه شكون اللي كان، انا باش ندوي بالواقع يعني باش الامور توضح. شكون اللي كان الاستاذ زهراش اللي هو عنده سميتو، كان عنده التوكيل من طرف عبد المجيد، لانه كان كتعرف الاستاذ زهراش كان كيشتغل مع عبد المجيد دائما، وكان كيشتغل معهم قبل ما يكون الخصومه ديال التحفه مع عبد المجيد. راه كانوا اصدقاء، كانوا كيشتغلوا فيما بعد، اصدقاء منذ سنين قبل ما نعرف انا عبد المجيد وقبل ما نعرف انا هاد الامور هاد، كانوا كيشتغلوا دائما مع بعض. المهم من بعد يعني ملي دار ليه الوكاله، لان الاستاذ زهراش اللي اتصل بعبد المجيد وانا كنت مع عبد المجيد ملي صوني عليه الاستاذ زهراش وقال ليه حنا معاكم وغادي نخدموا على هاد الامور ديال زيرو تفاهه. من بعد كان الاستاذ زهراش يعني خارج ارض الوطن، كان واقيلا عنده شي حاجه خارج ارض الوطن، هي باش جا الصوفي عطاه الوكاله عبد المجيد في المحكمه، دخل هو وياه ووكلوا، خلصوا هذيك 460 درهم ولا ما عرفت 455 درهم. سي عبد الصمد عرفتي القدر يعني واش 460 ما 455، ودخل كطرف يعني كمحامي ديال هيئه الضمير. ملي شاف راسو داخل كهيئه الضمير وقعوا بيناتهم مشاكل، لان ما خلاوش مزيت يشد الميكروفون، ما خلاوش يدوي، ولاو كيدويو باسم جمعيات اخرين لا علاقه لهم مع الاسم الجمعيه ديال المزيت. هنا فين وقع المشكل. من بعد كينوض الصوفي وكينوض الاستاذ الشاتو وكينوض سميتو سعدون حتى هو، كينوضوا كيوضعوا شكايه واحده اخرى بالمسمى مولينيكس، شكايه واحده اخرى. هذيك الشكايه اللي وضعوا ما دار حتى شي حاجه، يعني ما لا تسمن ولا تغني من جوع. يعني الشكايه الرئيسيه هي ديال عبد المجيد، لانهم هما دغيا داروا شكايه دغيا دفعوها مع الدوسي دغيا. هادشي انا شاهد ليه، يعني ماشي كيعاود ليا شي واحد ولا، انا شاهد لهاد الامور هادي. ما عليناش. من بعد وقعوا شي حوايج يعني اللي ما يمكنش نقولهم، يعني لا غادي تحيد لا صافي غادي تحيد مولينيكس صافي غادي تبعد منه. المهم شي مع شي لا داعي باش غادي نبدا نقول الحيتيات دابا نقولها لك ملي غنتلاقى معاك. صافي هي باش ولا عيطوا لي شي ناس قالوا لي بعد من عبد المجيد، حيت لا بقيتي مع عبد المجيد غادي يبدا يضرب فيك تحفه. قلت لهم انا عبد المجيد صاحبي وما غادي نبعد عليه، ما غادي يبعد عليا، اللي بغى يضرب.
صافي هي باش بدا السبان فيا والسبان في العائله ديالي والسبان في بزاف ديال الامور وفاعل ايوب وتارك وهذه هذه هي البدايه ديال الامور. اما بخصوص ما يروج بان راه هذا راه طالوني راه ما كاينش هادشي بصفه نهائيه. انا من كتبت الشكايه، انا اللي كتبتها، وبحكم هذيك الشكايه باش دخلت فيها بانه انا اللي كتبتها، انا ما عنديش غرض لا بطالوني ولا بغير طالوني انا درت الشكايه وانا اللي تحملت مسؤوليتها. هادشي اللي كاين. اما بخصوص الهضره اخرى راه ما كاين والو، انا شاهد على هادشي وعندي الدلائل، وكاع القضاء لا بغاوني كاع نكون كطرف يعني نشهد لهم، عندي الدلائل الكامله والكافيه باش نشهد بالحق، لانني كنقول الان كنقول كلمه الحق سي عبد الصمد. هادشي اللي كاين. هي باش من موراها ولاو دخلوا فلوس، دخلوا تخربيق، لا هادي لا هادي، لا انا اللي غنشد هاد الملف، لا هاد الملف فيه فلوس، لا ما فيش، لا هي باش دخل معايا تحفه في تحدي، وملي دخل معايا في تحدي وليت كنعطيه من عندي انا. لان انت كتفهم واحد الحاجه، راه ما يمكنش الانسان غيبقى مقابل الملف ديال مولينيكس ويخلي الملفات ديالو، راه ما يمكنش الانسان يخلي ولادو ويمشي لواحد المدينه ويجلس 3 ايام 4 ايام بوالو. راه انت فهمتيني اش بغيت نقول عبد الصمد؟ فهمتيني؟ انا اللي كنت مع هاد الناس، لا مع الهام ولا مع تامي، كنت ضدهم وكنت محارب معاهم، وكنخرج وكنقول لهم وكيبداو يغوتوا حلوا في الغيسه ها الضباع ها السبع ها هادي، وانا انا كنقول لهم والله لا بقات فيكم وهادي وتقاتلنا وصافي، والضحيه مسكين هو مولينيكس. هادشي انا كنعتذر ليها وكنعتذر لتامي وكنعتذر للاخوان كاملين وكنعتذر لكلشي. هادشي كامل كان غلط في غلط وقله الوعي. انا تنقول لك دابا من غير تصفيه حسابات صافي، حنا دابا واحد الانسان اللي نقولوا مظلوم بريء. انت راه خويا شابو ليك اللي قلتي هاد الهضره علني في المواقف اللي كاين نقولوا لان ممكن انا لا ما قلتش يعني الامور يقول لي انت قلتي شي حاجه، انا راه ما يمكنش غنقول شي حاجه غادي نهلك راسي ونهلك حياتي على قبل مولينيكس ولا على قبل شي واحد اخر، ما يمكنش. غنفكر في صالحي هو الاول، عاد نفكر في صالح ديال الناس. ايوب خويا ويختي والله العظيم مني هضرتي ديك النهار وعلني في المواقع في التيك توك، دابا شحال من واحد كيدير مغالطات. والله العظيم بلاتي اسمعني شحال من واحد كيدير مغالطات. علاش كيجبدوا نوفل؟ اقسم بالله العظيم بغض النظر ديال المدابزه راه جا عندكم نتوما كتعرفوك، اقسم بالله الا من اطيب خلق الله، ولو وقع انا وياه في مشادات اقسم بالله العظيم الا من الشيء هاد الخرجات ديالو دفاعا على راسو، لان حتى هو واحد الوقت سبات ليه الام ديالو وتسب ليه الاب ديالو وتنعت وخدمته بزاف، والله الا من اطيب خلق الله. وانا ما كرهش الهامتي وتامر، سمعي انا ما كرهش ملي نساليو هذا غنصوني عليكم وندوي وندخلوه معنا في مكالمه. ندوز واحد المكالمه دابا، انا نهضر مع نوفل مع الطالوني، انا تنعرفي الطالوني سفية الطالوني انا غادي نقول لك من هنايا اوكي، انا راه ما عندي معك حتى شي مشكله، انا عرفت عليك اوكي، ولكن اخويا يونس بلاتي واقيلا عندي هنا بلاتي نشوف تضر بسنانو هضر، ولكن ما يأديكش في شي حاجه. كنتي هنا نوفل راه كان كيكسب قبيله الا كان الطالوني. انا تنهضر مع صوفيا الطالوني، تحطي عليا تهضري عليا، انا ادون كير، انا ما تيهمنيش، انا ما تيهمني حتى شي واحد من غير يونس. ما انت تقول لي وتقودها فلان وتامر وداكشي اوكي. سمعيني صوفيا